الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون إيجار الأماكن القديم وما به من مشاكل ومشاكل ضارة بالملاك المؤجرين والمستأجرين بطريقة غير مباشرة والدولة. وكترت كلام كتير جدا، كلام غير صحيح وشائعات، والقانون مش هيتطبق والقانون كذا وكذا، الناس المستفيدين. فاحنا بنقول القانون مجلس الشعب يعني بس التصريح طلعه رئيس لجنة الإسكان، وطبعا الناس علقوا تعليقات على مجلس النواب ان هو اللي بيعطل القانون. اخر المستجدات واخر اخبار القانون، قانون منظور وفي اقتراحات، وفي كل في مجلس النواب ناس بتقترح وناس بتعترض وناس بتقترح حاجات. واخر تطورات هذا القانون، اخر اخبار قانون ايجار الاماكن بمجلس النواب. اشار برلماني وعضو في لجنة الاسكان ان حل الازمة يتمثل في رفع القيمة الإيجارية للشقق بما يعادل الأسعار السوقية. يعني الشقق اللي هي المشغولة السكنية قانون قديم، عضو اقتراح من عضو في البرلمان في لجنة الإسكان، وأنا شايف إن ده اقتراح كويس، يعني يعوض الملاك عن الخسارة اللي هم خسروها وعن أملاكهم اللي هم كانوا ما بياخدوش منها حاجة. قال لك أشار عضو لجنة الإسكان إن حل الأزمة قد يتمثل في رفع القيمة الإيجارية للشقق بما يعادل الأسعار السوقية الحالية. يعني مفيش حاجة 5 جنيه و10 جنيه وكده هوت، لأ، الشقق دلوقتي يعني قول 3 4 5 لغاية 15,000 على حسب المنطقة وعلى حسب المكان بتاع الشقة السكنية. قانون إيجار قديم يتحدد السعر، هو قال كده عضو البرلمان، وده اقتراح انا شايفه اقتراح كويس جدا جدا. قال ايه عشان نعيد برضو؟ اشار عضو لجنه الاسكان ان حل الازمه قد يتمثل في رفع القيمه الايجاريه للشقق بما يعادل الاسعار السوقيه الحاليه حسب الاماكن والمناطق، مشيرا الى ان الاسعار قد ارتفعت في السنوات الاخيره الى الان. قال لك في ارتفاع في الاسعار، ومقابل الارتفاع في الاسعار الشقق السكنيه كانت زي ما هي، وعشان الاسعار ارتفعت فالشقق السكنيه كمان اللي هي قانون قديم لازم ان هي ترتفع. ده هي خلال فتره انتقاليه، عشان هم خلي بالك بيتكلموا ان هم عايزين يعملوا فتره انتقاليه 5 سنين. طيب، مشيرا الى ان حيث ان الاسعار ارتفعت في السنوات الماضيه بنسبه كبيره مما يتطلب زياده القيمه الايجاريه، وهو ما قد يكون بديلا واقتراحا سائدا في لجنة الإسكان. يعني الاقتراح دوت اللي هو يعني يمكن يستمروا عليه ويستقروا عليه في مجلس النواب، ان هو الشقق تغلى خلال الفترة الانتقالية الى ان تصل الى سعر الاسعار السوقية الحالية. يعني شقة ب5 هيشوفوا الشقة التانية اللي هي متأجرة ب5 جنيه و10 جنيه ازاي يوصلوها ل5000 جنيه، او ممكن تبقى اقل شويه، عشان برضو ما نقولش ايه ان احنا عايزين 5000 جنيه على طول ويقولوا الملاك جشعين وعايزين. احنا عايزين العدل وعايزين الحق وعايزين الحق يرجع لاصحابه. عايزين المؤجرين اللي هي استلبت املاكهم والعقارات اللي هي هتنهار يبقى ليها حل. احنا بنتكلم على الشقق السكنيه المشغوله، عشان لو القانون اتطبق على الشقق السكنيه غير مشغوله ان هي 80% والباقي يتحل. دي يعني اقتراحات في مجلس النواب، ومجلس النواب شغال. فعايز اقول للناس في اشاعات كتيره جدا جدا، والغرض منها في المنصات والقنوات بداوا يدوا يعني اخبار. للاسف لما تقرا اعلان وتخش عشان تتفرج على الاعلان ده او تبص تتفرج على
الموضوع دوت تلاقيه ما بيتكلمش في حاجه خالص، وبيلعبوا باعصاب الناس وبيلعبوا بحقوق الناس. عايز اقول احنا مصممين على الموضوع دوت وهنمشي فيه وهنكمل للاخر. دي انا قدمت النهارده وقلت ان مجلس النواب اخر الاخبار ان هم حطوا كذا اقتراح. الاقتراح الاول اللي انا اتكلمت فيه النهارده ان هو رفع القيمه، رفع القيمه الايجاريه للشقق السكنيه قانون قديم بما يعادل الاسعار السوقيه الحاليه، لان بيقولوا ان الاسعار ارتفعت وكده. فعايز اقول للناس الملاك ان شاء الله خليكم ثابتين في مراكزكم، اتكلموا، علقوا، قولوا ارائكم، قولوا المحنه اللي انتوا بتعيشوا فيها عشان الناس. يعني مجلس النواب اذا كان، يعني انا شايف ان الاغلبيه في مجلس النواب موافق، وانتوا يعني اتهمتوا بعض مجلس النواب وقلتوا ان هم ليهم مصالح وليهم كذا عشان مؤجرين وعشان هم مستاجرين وليهم اماكن مؤجرينها، فاول ما يتطبق القانون هيتطبق عليهم. انا بقول لكم لا، هم خدوا امر من السيد رئيس الجمهوريه بحل هذا الموضوع، والحكومه يعني واقفه مع الحق، والرئيس واقف مع الحق، وان القانون هيتطبق سواء رضيوا ما رضيوش، القانون هيتطبق وهيشوفوا. مع احترامنا طبعا لعقد شريعه المتعاقدين والاحكام الدستوريه، المحكمه الدستوريه والكلام دوت. يا جماعه الازهر قال حرام، الكنيسه قالت حرام، الناس كلها بتقول حرام. المالك يمتنع عن ان هو يباشر عمارته او ياخد ايجار لا قيمه له، اللي هم الورثه. احنا عايزين احنا بنتكلم، قلت قبل كده انا بتكلم عن مستاجر، انا بقول ورثه المستاجر اللي اتعاقد من 50 سنه ولا 100 سنه ده ولا 70 سنه توفى، دلوقتي الورثه والاحفاد هم اللي قاعدين. ده انا هكلمك على حاجات يعني يشيب ليها الولدان، يعني على اساس ان اللي عايز يقعد حفيده وحفيد حفيده مشكله، وخدوا الاملاك بتاعه الناس الورثه، وهم اللي بيستمتعوا بيها، ويقول لك ده حقنا، احنا خدناها بملاليم وخدناها كده، ومفارض سيطرته على الحاجه، على الشقق وعلى المحلات. هنتكلم، مش هنسيب الموضوع، وباذن الله ان شاء الله هنوصل لحل فيه ان شاء الله، وبطمن الملاك. وبس اللي انا بقوله يا جماعه، في اشاعات وفي حاجات كتير جدا بسبب القانون دوت، فخلوا بالكم يعني، ما تسمعوش غير الحاجه اللي هي تديكوا امل. انما في ناس عايزه تضعفنا، مش هينفع، مفيش حاجه اتقدمت، ده اتسحب، ده اتعمل. احنا بنقول لكم السيد رئيس الجمهوريه، فخامه السيد رئيس الجمهوريه امر ان الموضوع ده يتحل، والحكومه مصممه على حل الموضوع دوت، وثلاث ارباع مجلس النواب مصمم على حل هذه المشكله. فان شاء الله نوصل لحل ان شاء الله. اللي انا قلته النهارده بقول ان اخر الاخبار بيحط اقتراحات، ده اقتراح اولاني، وهقول الاقتراحات الثانيه في حلقات تاني ان شاء الله. اول اقتراح ان هم عايزين يزودوا الايجار، يبقى رفع القيمه الايجاريه للشقق السكنيه قانون قديم بما يعادل الاسعار السوقيه، وده انا شايف حل كويس. ده خلال الفتره الانتقاليه هتاخد ملكك. الفتره الانتقاليه يعني ناس تقول 5 وكده فبس انا اللي انا شايف ممكن يستمروا على 5 او يزودوا الايجار، ومش مهم. احنا عايزين نمشي في القانون واحده واحده عشان نوصل لحل، وشكرا.